النادي الأهلي المصري يدخل في مفاوضات جدية مع نجمين صن داونز، وهاته كل التفاصيل. قبل أن نبدأ، إذا كنت من جماهير القلعة الحمراء فاشترك في القناة لتصلك كل الحصريات. في خطوة تضفي بعدا تكتيكيا واستباقيا، أعلن النادي الأهلي المصري عن دخوله في مفاوضات رسمية مع أبرز نجمين في نادي صن داونز الجنوب إفريقي، وهما التشيلي مارسيلو أليندي والبرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. هذه الخطوة لا تسلط الضوء على رغبة الأهلي في تعزيز صفوفه فحسب، بل تشير أيضا إلى حرب نفسية واستراتيجية في سباق المنافسة القاري. النجم الأول مارسيلو أليندي، الموهبة التشيلية. يعتبر مارسيلو أليندي صاحب 26 عاما أحد أبرز لاعبي خط وسط الميدان في الدوري الجنوب إفريقي، حيث يتميز بلمسات فنية استثنائية وقدرة عالية على التحكم في إيقاع المباراة، فضلا عن رؤيته التكتيكية الحادة. سبق له تمثيل منتخب تشيلي، مما منحه خبرة دولية تعزز قيمته في السوق الإفريقي. انتقاله المحتمل إلى الأهلي قد يضيف عمقا هجوميا وابداعا إلى وسط الميدان الأحمر. النجم الثاني لوكاس ريبيرو كوستا، محرك صن داونز غير القابل للاستغناء. أما البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا صاحب 26 عاما أيضا، فهو يعد العقل المدبر لهجمات صن داونز بفضل تمريراته الدقيقة وقدرته على تسجيل الأهداف من خارج المنطقة، فضلا عن حركته الذكية التي تربك الدفاعات. ينظر إليه كأحد أهم أسباب تأهل فريقه إلى، ومن المتوقع أن تواجه هذه المفاوضات تعقيدات قانونية ومالية، خاصة مع رغبة صن داونز في الاحتفاظ بلاعبيه القيمين، بالإضافة إلى القيود المالية التي قد تفرضها لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. كما أن جماهير الأهلي تتطلع إلى إدارة النادي لتحقيق التوازن بين تعزيز الفريق والحفاظ على الاستقرار المالي، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع الأندية الإفريقية المدعومة بموارد مالية كبيرة. إذا نجح النادي الأهلي في إتمام صفقة أي من اللاعبين، فسيكون ذلك إعلانا واضحا عن عودة عمالقة إفريقيا إلى ساحة المنافسة بقوة، معتمدا على استراتيجية ذكية تجمع بين التعزيز الفوري والحرب النفسية. لكن التحدي الأكبر سيظل هو تخطي عقبة صن داونز في المباراة المقبلة، حيث سيكون أداء اللاعبين المستهدفين تحت المجهر في اختبار حقيقي لإرادتهم المهنية وولائهم لألوان فريقيهم الحاليين. بينما تشعل هذه المفاوضات المنافسة الإفريقية، ينتظر عشاق الكرة إجابة عن سؤال محوري: هل ستتحول هذه الصفقات إلى واقع يعزز مسيرة الأهلي، أم ستكون مجرد ورقة ضغط تذوب مع صافرة بداية مباراة نصف النهائي؟